أذكر رجل ذات مرة تنكدت عليه وظيفته وبقي في حزن وشجع، فشاء الله عز وجل أني لقيته يوما من الأيام وقد اصفر لونه ونحل جسمه وفي حزن وألم. جاءني يسألني عن بعض من يتوسط له في حاجته، فقال: هل رأيت فلان؟ قلت: ما رأيت. قال: قلت له: كيف موضوعك أو حاجتك؟ قال: والله إلى الآن ما انقضت، وأنا أبحث عن فلان حتى يكلم فلان. قلت له: لا لا أبدا، هناك من يحل لك موضوعك، وهناك من يكفيك همك. قال: من؟ قلت: قال: يؤثر على فلان الذي هو مثلا رئيس الإدارة. قلت: نعم يؤثر على فلان. قال: تعرفه؟ قلت: نعم أعرفه. قال: تستطيع أن تكلمه؟ قلت: نعم يمكن أن تكلمه وتكلم أنت. قال: لا أنت تكلمه جزاك الله خير. قلت: لا ما يحتاج. ما قال: من هو؟ قلت: هو الله. قال: ها؟ قلت: هو الله. قال: ها؟ قلت: يا أخي اتق الله، لو قلت لك فلانا من البشر وزيدا وعمر كان قلت هيا، ألما قلت لك الله قلت لي ها؟ نعم ما عرفت من هو الله، تعرفه ولكن في هذه المواقف ما عرفته صدق المعرفة. هل لا جربت؟ الآن جربت فلان مكث أكثر من 3 أشهر وهو يتردد على زيد وعمر على زيد وما حلت المشكلة. فشاء الله عز وجل أن خرج هذا الرجل، فقلت له: جرب دعوة الأسحار، جرب دعوة الأسحار، فإن الله تعالى يقول: هل من داع فأستجيب دعوته. والله يا إخوان شيء عجيب. قلت له: ألست مظلوما؟ قال: نعم. ألست حق من حقوقك ضائع؟ قلت: نعم. جربت العباد؟ جرب رب العباد. قم في السحر وحس كأنك أمام الله، أن تعبد الله كأنك تراه، اليقين. واشتكي كأنك أبدا جميع ما أصابك اشتكي. شاء الله بعد أسبوع واجهته، وإذا بذاك الوجه المستبشر المشرق المنير خيرا إن شاء الله. هو كان يبحث عن وظيفة. يقول: من العجيب أنني قمت من مجلسك حتى ذلك الرجل الذي كنت أوسطه ما بحثت عنه، وعلمت أنه والله أنني محتاج إلى هذا الكلام، وأن الحل في هذا الذي كنا نبحث عنه، أن الحل هنا. قال: فمضيت إلى البيت ونمت تلك الليلة، ومن توفيق الله أنني قمت السحر. كيف؟ كأن شخصا أقام لما صدق مع الله. يقول: ومن عادتي ما أقوم السحر، لكن تلك الليلة ما أدري كأن شيئا أيقظني. يقول: فاستيقظت وصليت ودعوت الله عز وجل، ولدت بالله فعلا. يقول: كأنني أراه. يقول: وسبحان الله العظيم، فأصبحت الصباح فقلت: أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني الذي فيه حاجته. يقول: وإذا بشيء يقول: لا، بدل ما تذهب من داخل المدينة اذهب من طريق كذا. يقول: وليس عندي حاجة في ذلك الطريق. فمررت وإذا بي أمر على إدارة معينة، فلما مررتها قلت: ما المانع أن أسأل؟ يقول: والله كأن معي شخص يقودني. فدخلت على رئيس تلك الإدارة وإذا به يقوم من مقعده ويرحب بي ويجلسني بجواره. كيف حالك؟ بخير؟ قلت: الحمد لله. قلت: والله موضوعي كذا وكذا. قال: فين يا شيخ؟ نبحث عن أمثالك. أي والله يا أخي نبحث عن أمثالك، عندنا وظيفة كذا ووظيفة كذا. خيره بين حسنين إحداهما أعلى من الأخرى، كان يتمنى ما دونها في الموضع الذي كان يبحث فيه عن الواسطة. يقول: فقم الآن واذهب إلى مدير التوظيف وقل له: أرسلني فلان لك، أعطني وظيفة رقم كذا ورقم كذا. يقول: فقمت وأنا لا أدري أين أضع قدمي، ما أدري كيف، ما أصدق، أكاد ما أصدق، في طرفات عين. يقول: وإذا بالهم الذي عندي قد فرج، حتى إن الله عز وجل ما رضي لهذا العبد أن يمسي وحاجته في قلبه. لا إله إلا الله. يقول: مع بداية الدوام مع الصباح. يقول: فمضيت فأعطاني أرقام الوظيفة، وكان زملاء لي قد تعينوا قبلي يمكن قرابة 10 أيام. أنا مكثت في التعيين 3 أيام وانتهت معاملتي، وجاءني بذلك الوجه المشرق المنير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه.